شرع لاعبو المنتخب الوطني صبيحة اليوم الاثنين في الوصول إلى أرض الوطن تحسباً لبداية التربص التحضري الخاص بمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025. ووصلت أول مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة. وكان في مقدمة الأسماء سعيد بن رحمة وجوان حجام، ريان آيت نوري، إضافة إلى أنيس حج موسى. لبداية التربص الذي ينطلق مساء اليوم الاثنين. ويشد المنتخب الوطني الرحال يوم الأربعاء إلى وهران تحسباً لمواجهة غينيا الاستوائية أمسية الخميس بداية من الساعة 8 ليلاً بملعب ميلود هدفي. والاثنين يخوض رفقاء محرز حصتهم التدريبية الوحيدة المبرمجة بمونروفيا على أرضية الملعب الذي يحتضن المباراة، تكون مفتوحة لمدة ربع ساعة أمام وسائل الإعلام. وكان المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش أعلن قائمة تضم 26 لاعبا تحسبا للمباراتين، عرفت عودة رياض محرز واستدعاء أمير سعيود لأول مرة، وعودة حارس المرمى ألكسندر أوكيدجا الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق، بالإضافة إلى استدعاء لأول مرة كل من على الظهير الأيسر للشباب بلوزدد نوفل خسفة، ومحمد فارس الناشط في نادي كولومبوس الكندي.